ده بقى علمني الادب. السكر ده اللي هو بيبقى زي تابلتس كده بتتحط في المشروبات، ما فيهاش كالوريز، ولكن طعمها سيء جدا جدا جدا، تكرهك في نفسك وفي اللي انت بتشربه. فخلتني بطلت السكر تماما. فانا الموضوع ده يمكن التدريج اللي انا بقول عليه ده قعد معايا مثلا سنتين على ما عملت الموضوع ده، وقدرت اتخلص من ان انا اكون بحب السكر، وان انا يعني احط السكر في كل حاجه. وبعدها قعدت يمكن حوالي 5 سنين ما عنديش سكر في البيت، ما فيش سكر في الثلاجه. ما فيش سكر عندي في البيت اطلاقا، ما بستعملش سكر في اي حاجه، ولا في شرب ولا في قهوه ولا في شاي ولا اي حاجه خالص. ودي كانت من اكتر الحاجات اللي انا اتعلمتها هنا في المانيا، ان الواحد يعيش عيشه كويسه ويبطل الحاجات الوحشه اللي كان بيعملها في مصر، ناخد الحاجات الحلوه منهم. والحاجه الحلوه اللي هنا ان انت قليل قوي ما تلاقي حد الماني بيحط سكر كتير، قليل جدا. يعني في كل السنين اللي انا عشتها هنا دي كان يمكن شخص واحد اللي اعرفه في حياتي الماني